هو بيعمل preparing. معنى انه بيعمل preparing ده معناه ان هو فهمي رسمي نظمي لايف على الفيسبوك وهيعمل ضن في اي لحظة. اوكي. اه كده لايف، احنا بقينا لايف. وحشتيني قد الدنيا. كمان قوي 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 قوي، خدي الحقن انا الفظيع ده. فخورة عسل. جدا 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 النهارده ان انتي معايا. احنا بقالنا كتير، بقالنا شهور شهور بنحاول نظبط بنحاول نرتب القصة دي. والله العظيم بجد. لا لا، ايوه روح يا مجتهدة فندم، الشرف ليا وصبورة. انا ان انا معاكي يا فندم. وانتي بجد بتهزري؟ والله العظيم. شوفي احنا عشرتنا لا قد ايه، وبقالها كام سنة وعاملة ازاي اصلا. كتير كتير، وحقيقي كل ما بشوفك في جروث اعلى وبروجريس وبتتطوري وبتاخدي سيرتيفيكت وبتذاكري توبيك مختلف، انا بحس بكمية باشن في الحتة بتاعتك خطيرة. ولما بتيجي تتكلمي اصلا عن علم النوم او التغذية او الرياضة، يا خرابي على لمعة عينك، يا لا، خرابي على، يا بعشقها. انا اصلا الجنان بستنى كده الفيديوز بيطلع. والريلز بتاعتك علشان اصلا وانتي بتحكي عن تفاصيل التغذية او النوم او الرياضة، لان ده مثلث الوعي بتاعك. وعلى فكرة يا جماعة، انا من اول الناس اللي كمان كانت بتحضر لكورسات نهى، اعترف. ده شرف ليا يا وواحدة من فندم الناس والله. كمان لا لما كان برضو كريم كان بيمر بمشكلة أرق، كنت انتي من اول الناس اللي كانت بتساعدنا في تفصيلة النوم دي. فحقيقة انا ممتنة جدا جدا ان انتي معايا النهاردة، معانا ومعاكم يا انا جماعة اللي ممتنة الكوتش ليكي والله وربنا جدا جدا المتخصصة جدا. في علم النوم واضطراباته، نهى ايهاب. عاملة ايه؟ الحمد لله، انتي عاملة ايه؟ اخبار القمر اللي قدامي ده بسكوتية. ايه؟ انا فاضل لي فسوة ونط من البلكونة، في ليش؟ بعد الشهر عنك، لا لا، في مش كده ليش؟ ابدا. لا والله، بس احنا الفترة دي في ستريس، في امتحانات. فتحسي كده ان انا ايه، لا محتاجة بقى نخلص امتحانات ونظبط الأداء ونخرج خروجة حلوة كده نظبط فيها كل تفاصيل اه الستريس بتاعت الامتحانات اه. والمذاكرة والصحيان بدري والنوم متأخر. فتحسي انه ايه هنخلص بس واخد اجازة كده واطلع في حتة فيها خضرة وبس، ملهاش له علاقة بيا بعدها. الله الله، ممكن تاخديني معاكي لما تروحي المكان ده؟ تلاقي كلكم هاخدكم معايا والله العظيم، ايوه. فاهمة؟ هحجز سوبر جيت واخدكم كلكم معايا. يلا بينا يلا بينا، احنا نحجز القطر كله على بعض وناخد الناس ونمشي. انا موافقه، انا اول واحده فاهمه، انا اللي هسوق القطر كمان. ايوه ماشي، انا موافقة. انا عايزه اعرف احنا ليه بنتعامل مع النوم كانه حاجه رفاهيه او حاجه مش مهمه، برغم كميه الابحاث والدراسات اللي اتعملت عليه، ونقصه بيسبب كوارث. احنا ممكن نخش في امراض نفسيه وامراض جسديه رهيبه، والسايكل ما نعرفش نخرج منها. اه ما ده اللي بتكلم فيه، في سايكل ما نعرفش نخرج منها بسبب موضوع النوم. يعني احنا بيجي علينا اجازه الولاد سواء وينتر او سمر، اللي هو انت يا حبيبي نام بدري، يا ماما نامي بدري، تحسي ان هما بيسهروا لغايه الساعه 5 6 الصبح دي، ويمكن كمان في ناس بتطبق. وتيجي بقى تعافري بقى وتقلبي على الدراسه، بيبقى وضع صعب جدا. ورمضان لما بيجي برضو بيحصل قلبان في موضوع النوم. ووقت ستريس وقت الامتحانات برضو بيبقى فيه قلة نوم، وبيبقى فيه تفاصيل مش حلوة. على الرغم من انه لما عملت سيرشن كده بسيط، طبعا انا مش متخصصة زيك في الحتة دي، اللهم بارك ربنا ينفع بيك يا رب، اكتشفت ان في كوارث كوارث بسبب بس قلة النوم. انا عايزة اعرف يعني ايه نوم، وازاي نعرف يعني نعمل جودة نوم، وليه هو مهم قوي كده، ولما هينقص النوم ده هيأثر علينا في ايه. حلو قوي سؤالك، حلو قوي قوي. واحنا ممكن نطلع بقى من شرح السؤال ده لحاجات متشعبة كتير قوي جوه السؤال بتاعك. اوكي، بصي، مبدئيا كده النوم ده من الحاجات الأساسية زي الأكل والشرب والصلاة والكلام، حاجات ده لازم يتعمل، عملية مقدسة جسمنا محتاجها كل يوم، أساسية. ما ينفعش إن أنا أتجاهلها، ما ينفعش إن أنا أتهاون في حق جسمي في الحتة دي تحديدا. عايزين نعرف بقى اللي بيحصل جوه جسمنا واحنا نايمين. من أهم الحاجات اللي بتحصل جوه جسمنا واحنا نايمين يا روح، إن بتطلع سباينال فلويدز أو سوائل بتخرج من النخاع الشوكي بتعمل تنظيف للمخ. من أهم الخلايا اللي بيشيلها السائل ده خلايا البروتينية بتاعت الزهايمر. على فكرة بتتكون في سن صغير، عشرينات وثلاثينات، بس احنا بنعاني منه بعدين. فلو انا قطعت ساعة من نومي يبقى انا بقطع ساعة من عملية التنظيف دي. اوكي، فخلينا نتفق ان الموضوع مش مستاهل خالص. امتى بقى المدة دي؟ انا بتكلم من الساعة 10 11، ده في سننا احنا.
اوكي، لغايه يعني على الساعه 2 3 كده، عشان في رمضان بقى لما نيجي نتكلم عن رمضان اقول لك احنا بنصحى بعد الوقت ده عشان نصلي قيام الليل، نصلي صلاه الفجر ونتسحر ونرجع ننام تاني او نكمل. بس المده دي، الوقت الذهبي ده ما بين 10 11 لغايه الساعه 2 3، لازم في الوقت ده اكون نايمه. طب ولادي بقى، كل ما السن صغر كل ما عدد ساعات النوم اللي احتاجوها كانت اكتر. اوكي. امم. الولاد ليه بيعافروا معانا في القصه دي؟ هكملك بقى الاول اللي بيحصل جوه النوم وكان ندخل في الحته دي ليه بيعافروا. ايه تاني اللي بيحصل لو انا عكست بقى؟ دلوقتي ربنا خلقنا ازاي؟ وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا، صح. ايه، هو ربنا خلق الليل عشان ننام فيه وخلق النهار عشان نصحى فيه. ايه، اي محاوله بشريه مننا ان احنا نعكس النظام ده بتيجي على دماغنا احنا باضرار رهيبه. ماشي. فانا بصحى الصبح بشوف، بتعرض لضوء الشمس او تعرض للضوء الازرق اللي بره ده، فالعصب البصري بيلقط الاشاره دي يبعتها للمخ، فالمخ بقى ايه، يفرز هرمونات تخليني صاحيه وفايقه يا روح. زي ايه؟ السيروتونين هرمون السعاده، ابقى سعيده. كورتيزول هرمون الستريس بس بنسبه قليله بس تخليني اتحرك، عندي حاجه في درايف بيحركني. ده احنا اللايف الوقت ستايل بيعدي. بتاعنا ان هرمون الكورتيزول ده لازم يتفرز كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، كل ثانية. هتكلم عن الستريس لوحده بقى في لقطه تانية، بس الموضوع فعلا كبير. اوكي. وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ الوقت بقى بيعدي، الدنيا بتضلم، العصب البصري بيشوف حاجة تانية ان خلاص اللي ما بقاش فيه شمس، ما بقاش فيه ضوء ازرق، فيبعت للمخ يقول له ايه، خلاص ده ميعاد النوم. فالمخ يسحب الهرمونات دي ويفرز هرمون ايه، النوم، اللي هو الميلاتونين. تمام. طيب لو انا دلوقتي عكسه، طول ما انا محتاجة ضلمة عشان الميلاتونين يفضل المخ يفرزه جوه جسمي، انا صاحي اوه. ومتعرضة للشمس. وطول ما انا محتاجة اتعرض لضلمة بقى عشان انام، انا لا، انا متعرضة للشمس والعكس. الوقت اللي انا محتاجه فيه الشمس انا قاعده في الضلمه، والوقت اللي انا محتاجه فيه الضلمه انا قاعده في الشمس. فانا عكست النظام اللي ربنا خلقني بيه اصلا. انت متخيله ده ممكن يعمل ايه؟ فانا ما عنديش هرمون السعاده بالقدر الكافي، فده بيودي على ديبريشن، وقبل الديبريشن بيبقى ستريس رهيب، انكزايتي رهيبه. تبتدي بقى ايه ايه الطبيعي بقول يا لك. روح، ان ربنا خلقنا اراده حره. انا اللي متحكمه في افكاري وفي مشاعري وفي سلوكياتي، انا اللي مسؤوله عن ده. لما بعكس النظام ده بالشكل ده، الدنيا لخبطت جوايا خالص. فتبتدي بقى ايه، تتولد افكار تسحيني وراها بقى، ابتدي ادخل في ستريس فظيع، ابتدي افكر في حاجات صعبه قوي، ادخل في لوب ما بعرفش اطلع منها. بيحصل انكزايتي وبيحصل ديبريشن اللي هو الاكتئاب. طب وبعدين هنخلص الليله دي امتى؟ ده غير بقى اللي بيحصل اصلا جوه السليب سايكل او دوره النوم لو انا نمت نوم كويس. حاجات كتير بقى احنا بنضحي بيها. تعالي نبص على السايكل كده سريعا ونشوف ايه اللي بيحصل فيها. ماشي. ايه السليب سايكل دي او دوره النوم؟ طول ما احنا نايمين طول الليل بنعدي كذا دوره نوم ورا بعض. دوره النوم الواحده مدتها قد ايه؟ 90 دقيقه، يعني ساعه ونص. انا اخلص اول ساعه ونص، اروح داخله على الساعه ونص اللي بعديها، اروح داخله على الساعه ونص اللي بعديها، وهكذا لحد ما اصحى. ماشي. ساعه ونص الواحده بقى تعالي نعمل زوم عليها كده ونشوفها فيها ايه بالظبط. فيها 4 مراحل. المرحله الاولى نوم خفيف، الثانيه نوم خفيف، الثالثه نوم عميق، الرابعه دي اهم واحده فيهم اسمها رم. تعالي نشوفهم كده سريعا. الاولى دي اول لما بحس بس ان انا عايزه انام، انا كده دخلت في المرحله الاولى. تمام. كل اللي بيحصل فيها ان العضلات الكبيره في الجسم بترتخي. هنا بقى بسال سؤال، بحب اسال السؤال ده أوي. مين فينا هنا بيحلم ان هو اول لما دخل على السرير ينام، يا دوبك بس عينه راحت في النوم، حلم ان هو بيقع من فوق حاجه وخض كده وحط ايديه اوه. ورجليه لقى نفسه جوه كلنا. السرير دي؟ كلنا بتحصل كتير. عارفه ده كلنا. معناه ايه؟ لا. ده معناه بس ليه بقى؟ هقول لك. اللي بيحصل ان مخي كالعاده هو عايز يحافظ عليا باي ثمن. خلاص. لو انا ستريسد قوي بيفسر ارتخاء العضلات الكبيره دي اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي على انه سقوط، كاني بقع. فهو مش هيسيبني اقع، فبيعمل ايه بقى؟ بيصحيني بقوه شديده جدا ويشد عضلات الايدين والرجلين عشان الحق امسك اي حاجه وما اقعش. ده بيحصل امتى؟ لما بيكون في ستريس. عشان نتجنب الديستراكشن دي او الانتربشنز دي كلها عماله تصحيني وخضه ومش عارف ايه، محتاجه الاسترس شويه، هديه. دي المرحله الاولى. ندخل على الثانيه. الثانيه مدتها قد ايه؟ 45 دقيقه، نص السايكل احنا قاعدين هنا. معدل ضربات القلب بيهدى شويه، ومعدل التنفس كمان بيهدى شويه، استعدادا للمرحله بقى اللي بعديها. وطبعا بفصل بقى عن العالم الخارجي، لا سامعه ولا شايفه. بصي بقى التالتة بيحصل فيها ايه. وجعلنا نومكم سباتا. انا كنت بدور ايه هو السبات،
مرحلة من السكون. بصي بقى اللي بيحصل في ستيج 3 دي بالظبط عشان نشوف بس حكمة ربنا ورحمته بينا. مش ممكن اللي بيحصل يروح معدل ضربات القلب بيقل هو كمان زيادة، معدل التنفس بيقل زيادة، درجة حرارة الجسم وضغط الدم، كل حاجة بتقل خالص. ليه؟ عشان في حاجتين مهمين قوي بيحصلوا. أول حاجة الجروث هرمونز، هرمونات النمو. طبعا بالنسبة للأطفال هما بيكبروا جوه المرحلة دي. طب بالنسبة لنا احنا، هو المسؤول عن تنظيم الدهون جوه الجسم. هتلاقي حد مثلا بياكل اكل صحي وبيلعب رياضه ومنتظم جدا وتمام، بس عنده بطن، عنده جناب، فيه توزيع دهون متلخبط. ليه؟ عشان ما بينامش كويس، فمضيع تقريبا 50% من نتائج التمرين والفرهده اللي هو عاملها دي كلها. كل ده ليه؟ عشان خاطر ما بينامش كويس. ساعتها ليه وصفتها فرهده؟ لان انا بعمل الحاجات دي بس هي مش كامله. في حاجه لو عملتها هاخد النتائج كلها تقريبا 100%. طب واو. ليه؟ ليه بضيع ده؟ ليه بضيع ده؟ طيب ايه تاني بقى بيحصل؟ ان الجسم بياخد البروتين اللي انا اكلته اثناء النهار ويوزعه بقى على النسيج العضلي. لان انا مع الحركه طبيعي، مع اي حركه احنا بنعملها بيحصل تلف وتقطيع في النسيج العضلي، فالجسم بقى بياخد البروتين اللي خدناه في الاكل ويوزعه بقى على النسيج ده عشان يبقى اقوى واحسن من الاول. الناس اللي بتتمرن ومتعوده انها تشيل اوزان وكده عارفه القصه دي، اللي هو انا مسكت النهارده كيلو، يا تقيل قوي قوي مش قادره. يومين ثلاثه اللي هو ايه ده، الكيلو ده بقى عامل زي الورقه، انا بقيت ماسكه مم. 2 كيلو. وهكذا وهكذا وهكذا. بصي بقى الاوزان القديمه اللي انت شفتيها، انا كنت مستثقله ده لان ايام ما كانت العضله ضعيفه بقى خلاص احنا نسينا بقى خلاص عدينا المرحله دي. صح. خلاص. صح. ده المرحله الثالثه. فاحنا بنتكلم ان الطفل دلوقتي لو جوده نومه ضعيفه او عدد ساعات نومه فيها مشكله، فانا الجروث هرمونز او هرمونات النمو اللي هو محتاجها عشان ينمو فكريا وجسديا وعاطفيا وذهنيا الكلام ده كله ضعيف. ضعيف ليه؟ عشان احنا في الاجازه، فاحنا في الاجازه بنسهر. هو انا لازم اتحط في مساحه اجبار عشان ابقى ماشي صح؟ ليه لازم الاجبار في حياتي عشان اعمل اختيار صح؟ طب ما انا ده ممكن اعمله وانا مش سؤال مجبره. في قمة الوعي. طب ما انا ممكن اعمل ده من غير اجبار واوصل لنتائج افضل بمزاجي هو انا لازم اوصل للنتائج دي؟ هي دي على فكره مشكله الولاد في المعافره. خلينا نكمل بس دي واقول لك اخر حاجه بقى. المرحله الرابعه اللي هي الرم. رم اختصار لرابid اي موفمنت او حركه العين السريعه. ليه اسمها كده؟ لان فعلا العين بتتحرك فيها بسرعه جدا. البيبيهات الصغنونه يروح لو لما تقربي منهم وهم نايمين تلاقي عينيهم بتتحرك بسرعه 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 بسرعه. لكن هو كده ده تمام، سيبيه، ده حقيقي فعلا. طب ليه العين بتعمل كده واحنا نايمين في المرحله الرابعه؟ علشان قمة النشاط العقلي بتبقى جوه المرحلة دي. الناس بتسألني نشاط عقلي ازاي يا نهى واحنا نايمين؟ تعالي اقول لك بقى اللي بيحصل. صح. اولا المعلومات بتنتقل من الذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى. فلو انا واو. عندي امتحان بكرة وابني عنده امتحان وهو مصر انه مش هينام، او انا اللي اصريت، لان في امهات وابهات بيعملوا كده، ان لا انت عندك امتحان بكرة فانت مش هتضيع وقت، انت هتفضل قاعد سهران تخلص اللي وراك. معلش كل اللي هو ذاكره في اللقطة دي طار، لان ما دخلش في اللقطه اللي بيحصل فيها ان المخ بينقل معلومات من هنا لهنا. ما يجي يستدعي معلومه مش هيلاقيها. اوه. ايه ده الاولاني. تاني حاجه ايه اللي بيحصل بقى؟ الجزء ده يروح فيه البري فرونتال كورتكس او الجبهه او الناصيه اللي ربنا بيحاسبنا عليها. اوكي. المخ بيفرز مواد كيماويه كتير جدا عشان ينشط الجزء ده. الجزء ده مسؤول عن ايه؟ ان انا اخد قرارات، ان انا افكر، ان انا اتعلم حاجه جديده، ان انا ابتكر حاجات. وده بخصوص الاطفال مهم جدا. فلو انا حرمتهم من النوم بالليل عشان احنا عندنا ضيوف او عشان احنا في الاجازه او عشان احنا عندنا مناسبه او لو انا بديت الحاجات دي عن صحه الولد، هو هيصحى الصبح ما عندوش الحاجات دي، او وقت ما يصحى بقى. وفي الاخر هبتدي بقى اقعد الوم في الولد ان هو مش بيعمل ده او البنت. ليه مش مركز؟ ليه ما طلعتش افكار؟ ليه مش قادر تذاكر؟ ليه؟ عشان ما نمشي. ما عندوش القابليه دي دلوقتي، فتحس كانه بريشر على الاطفال لكن ممكن نتجنبه من الاول بطريقه سهله وبسيطه جدا هنتكلم فيها. اخر حاجه بقى ان الجسم بيحتفظ بالطاقه اللي محتاجها تاني يوم جوه المرحله دي. فلو انا صحيت من النوم تعبانه وكاني ما نمتش وعايزه انام تاني بس مش جاي نوم خلاص مش عارف ايه، اعرفي انك ما مرتيش بالمرحله الرابعه كفايه. ازاي بقى يا نهى؟ انت بتقولي دلوقتي الساعه ونص فيها الاربع مراحل ورا بعض ورا بعض، يعني كل ساعه ونص اربع مراحل اربع مراحل اربع مراحل، ده طبيعي لو انا سبت مخي يفرز هرمون الميلاتونين بالكميه اللي انا محتاجاها.
ايه ده بقى؟ انا ممكن بعادتي اضعف افراز المخ الهرمون الميلاتونين ده، فانا طول الليل افضل محشوره في الستيت او الستيج اللي هي 1 و 2. لا بدخل 3 ولا اعرف اي حاجه عن 4. واو. انت متخيله؟ يعني ممكن ابقى ده بنام بس برضو ما وصلتش للستيج نمبر 3 ونمبر 4 اللي تسمح للعقل انه يعمل نشاط عقلي ويبقى فيه جودة في النوم ويشحن طاقة ويبقى صاحي عنده الانرجي، وكمان جسمه يقدر يفرز هرمونات السعادة ويقلل من افراز هرمونات الخوف والقلق والتوتر. اوف، ايه العادات اللي ممكن نكون بنعملها برغم ان احنا ممكن نكون بننام بس مش بنوصل للستيج 3 و4، اللي هو مش صح. بنوصل لجودة النوم. بصي بقى، لو هنتكلم على الاطفال في مواضيع كتير قوي. بس مثلا ان الطفل اصلا يبقى قاعد قدام التلفزيون قبل ما ينام او ماسك الموبايل قبل ما ينام، ما هو ده ضوء ازرق. هاجي انام، صح. العصب البصري هيبعت اشاره للمخ ان لا، ده مش ميعاد النوم، ده ميعاد الصحيان، عشان خاطر انا شايف ضوء ازرق. اوكي. صح. هيفرز الميلاتونين بكميه ضعيفه جدا بسبب التشويش اللي حصل من العصب البصري ده. اوكي. وهيبقى جوده النوم ضعيفه جدا. انا ممكن انام احسن من كده. انا بتكلم ان ساعه قبل النوم نبعد عن التلفزيونات. ده حاجه تانية. دلوقتي في كتير، في بيوت كتير قوي، وفي ناس بتتكلم معايا في القصه دي، ان ابني ولا بنتي مش عارف ينام عشان هو خايف. وخايف من ايه ومش عارف ايه. طبعا غير ان هم بيعملوا invalidation لمشاعره. يعني هو خايف من حاجه، هو بيسحبوا منه الحق ان هو يخاف، مع ان ده حق بشري وطبيعي، وليه رزق فيه، البيت كله ليه رزق في حاجه زي كده. فانا محتاجه ادور واشوف الولد ايه مشكله احساسه بالامان، ليه مش قادر يحس بالامان، ويا ترى الامان عنده مربوط بايه. فمن ضمن الكيسز اللي حصلت معايا بقالها فتره، بنوته حبيبتي هو باباها بيحب يتفرج على افلام رعب، ولما هي بتعدي بيسيب الفيلم الرعب شغال ومتخيل انها مش فاهمه، بس هي فاهمه. حتى لو هي مش فاهمه فعلا هي خايفه، اللي بيحصل قدامها ده مش طبيعي. فحبيبتي لما تيجي تنام بالليل، هي بقى تخيلاتها بقى، انت عارفه تخيل الاطفال في السن ده، imagination. بتعمل حاجه تانية خالص غير بقى اللي حتى في الفيلم. حتى لو هو قال لها ده فيلم وتمثيل، مش هتركب في السن ده ان ده فيلم وتمثيل وعادي، هي بتخاف. اوكي. فلما البنت اتكلمت معايا ووضحت لي الكلام ده كله، فانا فهمت مامتها الايشو فين بالظبط. اوكي. واحتاجنا بقى ان احنا ندور على الفيلم ميكنج بتاع الفيلم اللي هي شافته عشان تصدق ان ده مش حقيقي وان ده مجرد تمثيل. تعالي نشوف الميكنج بتاعه بيتعمل ازاي. اوكي. ومش تعالي نشوف الخلطه اللي حد اتعور، حد مش عارف عمل ايه، حد عمل ازاي، هو اصلا لابس ايه، وهو اصلا بني ادم وراها. بني ادم طيب والله بس هو بيمثل دلوقتي الفيلم، فاهمه؟ احتاجنا مستوعب. نعمل ده. فمحتاجين ناخد بالنا من الحاجات دي. حاجه كمان، دلوقتي احنا في الاجازه، اجازه يعني نسهر بقى. معلش، نسهر يعني انا اعصابي بايظه، يعني انا عندي ديبريشن، يعني انا متوتر جدا، يعني انا مشدود جدا، يعني انا مش قادر اركز، يعني انا ما عنديش اي قدره على التعلم حتى لو لعبه جديده. يعني انا ما بسمعش الكلام. يعني النوم ده عقاب بيجي مع الدراسه. حصل ارتباط شرطي هنا مش موجود. اوه، خطيرة قوي النقطة دي. هي دي انا عايزه اقولها من بدري، عماله اتزن ان انا اقولها بس قلت هتيجي في وقتها يعني مش لازم تكون خطيرة دي يا لازم. نهار ابيض. ايوه. ايوه. كانه عقاب مربوط بالدراسه. لا حبيبي، انت بتنام بدري عشان مناعتك. عشان مش كل شويه حكايه، مش كل شويه مضاد حيوي، مش كل شويه دكتور، مش كل شويه مناخيري بايظه، كل شويه اجيب انفيه وصداع وعص ورشح. وعندي مراجعه في المدرسه، عندي دروس جديده بتتاخد، عندي هوم ورك، انا محتاجه اكون في المدرسه، انا محتاجه اروح. اوكي. مهم. فالفكره في ايه بقى؟ انه لا، احنا بقى في الدراسه، احنا في الاجازه، احنا بنعمل ده عشان صحتنا مش عشان احنا في الدراسه. بالصدفه هنصحى بدري عشان المدرسه ماشي، مفيش مدرسه وهنصحى براحتنا ماشي. المهم ان التوقيت ده انا نايم عشان صحتي النفسيه والجسديه والذهنيه. فاللقطه دي مش حاجه ينفع نتنازل عنها. نهائي بعد اللي انتي بتقوليه ده، نهائي بجد اللي هيستمر بعد اللايف ده في فكرة انه ما يغيرش لايف ستايل حياته او عادات صحية في حياته ويحطها از النوم ده حاجة بيزك ما ينفعش نتنازل عنها زي الاكل وزي الشرب، ونهتم كمان بجودته. ده كفاية بس فكرة رابطة ان النوم ده عقاب مرتبط بالدراسة.
يعني مش م. كفايه المشاكل الدراسيه والمشاكل في المناهج والمشاكل في الامتحانات والستريس بتاع الفتره دي، لا ده كمان بقى فيه ضغط تاني، واتربط بفكره تانية وهايد، يعني كمان هي مخفيه. يعني الطفل اوريدي بيحس بيها لا شعوريا، مش محتاج انه يتناقش فيها لانه مش عارف يعبر عنها. لا هو مش فكره عارف ان طبعا، هو انا مش عارف يعبر عن ده، لان احنا نفسنا عشان نعرف نوصل لمرحله ان احنا نعرف نعبر عن ده بكلامنا حتى دلوقتي، ده خد مننا رقات يا روح انت عارفه وخد دي مننا حقيقة. رقات عشان نفهمه. اوكي. بس فخلاص انا فهمت ده، فبنعمل ايه بقى دلوقتي؟ جوجو مثلا، عندي بنوتي صحابها متعودين على السهر، فاحنا بنسهر. وانتي بتختفي بدري كده ليه؟ عشان انا بنام، ده ميعاد نومي. لما جت تتكلم معايا قلت لها يا جوجو حبيبتي بصي، كل بيت ليه الرولز بتاعته، بس احنا بنعمل ده عشان نحافظ على صحتنا ونحافظ على مخنا ونحافظ على ذكائنا ونحافظ نبقى قادرين نعمل كل الحاجات دي صح. في ناس جالها رزقها في الحته دي، وفي ناس لسه. في ناس بعد ما جالها رزقها استقبلته وطبقته، في ناس بعد ما جالها رزقها ما طبقتش. ده اختيار كل واحد، أم ربنا يحاسبنا على ايه. اوكي، كل واحد عنده اختيار حر تماما تماما. فاحنا بنعمل ده عشان نحافظ على نفسنا، احنا عندنا ميعاد. اوكي. احنا ممكن نأخر عنه ساعة مثلا في الأجازة، ده أقصى حاجة ممكن نعملها، لكن نسهر بقى لغاية الفجر والكلام مستحيل مستحيل. لدرجة إن إيه بقى، عشان أساعد أي أم إنها تحافظ على ده، محتاجة إن أنا أثبت روتين. كل يوم الساعة كذا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، كل حاجة بالترتيب. طب لو إحنا مسافرين، لو أنا عملت نفس الحاجة الطفل هينام. أنا مثلا من الناس اللي كان بيجي لها أرق يروح لو أنا غيرت مكان نومي، لما اه، ده أسافر في ناس أي كتيره مكان. قوي قوي كده. أقول لك على السر بقى، بعمل نفس الروتين اللي انا بعمله قبل النوم، بسيب الموبايل مثلا مش عارف ايه، احط الكريمات بتاعتي، ارش اللافندر على المخده. ماشي. كل ما اسافر بقى، اول حاجه رقم واحد معانا في الشنطه اللافندر. وقت النوم اه، اخد المغنيسيوم بتاعي، لان احنا كلنا عندنا نقص فيه. المغنيسيوم بتاعي. وقت الحساسيه باخد الانتي هيستامينيك بتاعي اللي الدكتور كاتبه لي. ابتدي اخد الكريمات بتاعتي احطها والكلام ده كله، وارش اللافندر، احط راسي على المخده، اقل من 10 دقائق حرفيا بكون، سواء انا او هايل. جوجو. فمرة كنا احنا مقررين ان احنا هنسهر شوية على البحر، جوجو ميعاد نومها جه، هي حطت راسها على رجلي ونمت. سوبر. يس. ليه؟ لان هي اتعودت على كده، خلاص بقى ده الروتين بتاعها، والساعة البيولوجية ظبطت على كده. طيب، طب لو احنا مثلا عندنا ضيوف هنستأذنهم بس، لا تدخلوا يناموا ونرجع نقعد عادي لا، ولا انا حاجة. اتعرضت للموقف ده وكان فيه تنمر. لا، اتعرضت للموقف ده وكان حاجه بيرسونال كده. كنا بره انا ومحمد وكريم مم. وكان كريم اصغر من كده شويه، وكنت ظابطه مواعيد نومه وصحيانه، لان احنا بيبقى عندنا بقى تفاصيل اللي هو بنروح مدرسه وبيبقى عندنا بقى كامبات وحاجات بنعملها. وخرجنا مع صحابنا، وجي اكشلي على الساعه 11 كريم بيقول انا عايز انام. قالوا لك اه كميه بقى الاستهزاء والتريقه من كل الكبار: ايه ده طبعا. تنام ايه الساعه 11؟ ايه ده لسه بدري، اللي مش عارفه الفجر لسه ما اذنش، انت عامل زي الكتاكيت كده ليه، ومش عارف ايه. اكشلي فعليا حرفيا رحنا فاردين العربيه بتاعت الاطفال وادخل نام. وساعتها انا كده كده ببقى حاطه باك كده صغيره محطوطه في شنطه العربيه فيها كل المستلزمات اللي انا عايزاها في اي وقت لو طوارئ. حط البطانيه ونام. واكشلي بقى يعني السهره كلها كانت في اللقطه دي، لو احنا بنتريق ودي اللي بقينا بس اكشلي انا لغايه النهارده مش ندمانه، بالعكس انا مبسوطه لان هو 11 بينام. اكشلي الساعه 7 ونص الصبح بيكون صاحي فايق بقى فول اوف انرجي، يفطر ياكل هو ده يلعب صح، انتي صح. بس. بصي ف بقى، مع الوقت اتعلمت الردود على اللقطه اللي انت بتتكلمي فيها دي، طبعا تعرفت لها كتير جدا بقى. لان كمان انت عارفه ان من الحاجات اللي بتاثر على جوده النوم الكافيين، كميه الكافيين وميعاد الكافيين. خلاص. فمثلا لو احنا في تجمع عائلي وهم كلهم بيشربوا قهوه الساعه 8 بالليل مثلا، اوكي، انا مستحيل اشرب. اوكي، لان الكافيين بياخد من 6 ل 8 ساعات عشان يخرج من الجسم، وانا مش هضحي بالكام ساعه الاولانيين دول عشان خاطر كوبايه قهوه. خلاص. صح. فلا انا ممكن، لو احنا عايزين نشرب كلنا مع بعض حاجه، لا انا هشرب انا مثلا نعناع، ينسون، كاموميل، قرفه، اي حاجه ما فيهاش موجوده كافيين. على فكره اعشاب المشروبات دي بقت طبيعيه. كتير جدا، الحاجات دي بقت كتير على فكره. ولو دخلنا اي مكان زي امتنان مثلا، مليان ضعوف والحاجات دي، مليان مليان مشاريب كتيره جدا ما فيهاش كافيين. طب ما انا ممكن اعمل كده، انا مش لازم فايدتها عشان انا احسن بنام. كمان. طبعا طبعا، اصلا مهدئه، اعشاب مهدئه ولطيفه جدا على الجسم. والكافيين بيعلي ضربات القلب وبيعلي الضغط والكلام ده كله. الناس عندها اوريدي حساسيه من الكافيين. ما في يعني ما فيش ما يدعو ان انا اعمل في نفسي كده. فكنت بتعرض برضو لحاجات شبه اللي انت قلتيها دي، اللي هو ايه، وانت كتكوت انت فرخه، اوكي فرخه ايفر.
وات ايفر المسمى المجتمعي على السلوك ده. تمام. لو انا عملت لنفسي invalidation وعملت لهم هم validation، خلاص اللي هم بيقولوه صح، وانا هلغي بقى الافكار بتاعتي وهلغي القيم بتاعتي انا واللي اتعلمته وسلوكياتي وهفولو. طيب انت بقى سهرتي وتعبتي وصحيتي الصبح تعبانه وصحيتي بالعافيه، مش قادره تعملي حاجه، متعصبه، مودك مش حلو، محتاجه كافيين تاني، ايوه. مين نفعك دلوقتي؟ محدش. مفيش طبعا. محدش. محدش. فصحتك انت ادرى بيها. اوكي. في حدود ان انت ما بتجيش على حد. خلاص، في حد عايز يشرب قهوه في الوقت ده، خليه هو يشرب قهوه، وانت عايزه تشربي معاه حاجه لطيفه، هاتي حاجه من غير كافيين واشربيها انت كمان الكوبايه، واحساس الكوبايه الدافيه في ايدي ده احساس لطيف جدا. بس انا عارفه بشرب ايه امتى من غير ما اذي نفسي. الناس اللي بتشرب اولادها بالليل انها تحلي اليانسون بالعسل، الولاد هيهيبروا بيدي انرجي، او ان انا اديهم تفاحه بالليل، التفاحه الواحده فيها 19 جرام سكر، بتعمل شوجر رش كانهم شربوا قهوه بالظبط. او اللي بتديهم بالليل شوكليت او كاكاو، الكاكاو فيه كافيين، الناس ما بتبقاش متخيله ده. لما بشرح الجزء ده بلاقي كذا حد يقول لي نهى بس انا بشرب شاي بلبن ما فيهوش كافيين. هو عشان بقى فيه لبن فبقى كيوت يعني؟ لا، ستيل فيه كافيين برضه. لا، ده فاهمه. في عارفه في رابطه كده مخصصه لمحبين الشاي بلبن. انا بحبه جدا على فكره وبشربه بس الصبح، مش هشربه بالليل عشان لو شربته بالليل هيأذيني، لكن الصبح مش هيأذيني، بالعكس هيديني احساس حلو، فانا هشربه الصبح. نفس القصه الشاي الاخضر، لا الشاي الاخضر على فكره الشاي الاخضر فيه كافيين اكتر من الشاي العادي. هناخد بالنا من نفسنا، واي حاجه احنا مش عارفين ايه المعلومه دي، ندخل ندور بنفسنا ونشوف ونتعلم بنفسنا، هنلاقي كل الكلام ده موجود بكل اللغات، موجود. بس احنا مش بندور. طب ما احنا بننام يعني، ايه القصه يعني؟ احنا مش بننام. لما ننام بجد ونعرف يعني ايه نوم بجوده، هنعرف ان احنا ما كناش بننام اصلا قبل كده. دي لو حقيقه. عندك بقى سمارت باند او سمارت ووتش، اي حاجه تقيس جوده النوم، هتعرف. دي حقيقة. لا لا، اللي هيدوق يجرب السايكل دي ستيج ستيج، لا هيختلف. واللي هيعمل روتين زي ما انتي قلتي، لان انا فاكره ان انا اخدت الكورس، كان من اول لقطه كنت بتتكلمي فيها في الكورس ان احنا لازم نعمل روتين النوم. كان اهم خطوه كمان كنت بتركزي عليها اللي هو انوار التليفون، التلفزيون، كافيين. اللابتوب، اي حاجه سكرين فيها بيضه. فانا فاكره كويس جدا، حتى كان من ضمن الاسئله والنقاشات اللي كانت موجوده في الكورس اللي هو طب احنا ممكن نعمل كنتي بتعملي انه نقلل اللايتنج بتاع الموبايل، البلو او ان احنا لايت كمان فلتر. نحوله للريدنج مود، او نحوله ايوه. للمود اللي يبقى قليل علشان ما ايوه. يضعفش، ما يديش اشارات لعينينا توصل لمخنا ان ده وقت الصحيان مش وقت نوم. صح. احنا بقى بنقفل البلو لايت فلتر، بنعمل البلو لايت فلتر او نقفل الاضاءه الزرقاء. اوكي. لو اي لابتوب لو دخلنا عملنا في الستارت منيو كده، عملنا سيرش على بلو لايت فلتر، هتطلع المنيو دي. والسمارت تي فيز دلوقتي بقى فيها الاوبشن ده، ندخل على سيتنجز ديسبلاي هتلاقي بلو لايت فلتر. اوكي. الموبايلات بقى الايفون اوريدي في الاوبشن ده، ندخل على خاصية دي سيتنجز ديسبلاي نايت شيفت. طب الاندرويد حسب، ممكن تبقى اسمها اي كومفورت، او ممكن تبقى ريدنج مود. هو مش هيعمل حاجه ومش هيقلل البرايتنس، هو هيقفل الاضاءه الزرقاء ويشغل الاضاءه الصفراء. طب لو صح. مش عندي في موبايلي الاندرويد، ادخلي على جوجل، على سيتنج البلاي، نفسه. اعملي سيرش على بلو لايت فلتر ابلكيشن، طلعي اكتر ابلكيشن واخده ريت عالي، اوكي، ونزليها. هو هيقفل الاضاءه الزرقاء ويشغل الصفراء. عايزه تعملي ده قبل النوم بس مثلا بساعه، لو انت هتستخدمي الموبايل في الوقت ده مفيش مشكله. عايزه تشغليه على طول مريحك مش مضايقك برضه مفيش مشكله. انا عن نفسي مشغلاه على طول مش مضايقني. بس في حاجه، على فرض ان انا قفلت الضوء الازرق في الموبايل ده، شغلت الضوء الاصفر اللي هو اصلا مش مضر وما بيعملش نفس المشكله دي اللي احنا قلنا عليها من شويه، وارد ان انا اشوف بوست او فيديو او كومنت، اشوف حاجه تضايقني، تعصبني، توترني، تخوفني، تقلقني، في تو ماتش دي حقيقة. ايموشنز. دي حقيقة. الايموشن الواحد طبعا انت عارفه بقى الاحداث اللي حاصله وكده، الفتره دي كانت صعبه جدا جدا علينا، وما زالت. لو في حد لسه متابع لغايه دلوقتي بشكل يومي مصر مصر، خصوصا في الفتره المسائيه، الموضوع ده مؤلم جدا واكيد مش بينام، وده احد اسباب الارق دلوقتي. طب نعمل ايه؟ ما نتابعش؟ لا تابعي، بس خدي بالك، اعملي حسابك ان طول ما انا متابعه حاجه تعباني قوي كده، انا هرمونات الاستريس عاليه قوي، ادرينالين وكورتيزول، ما ينفعش المخ يفرز معاهم الميلاتونين بتاع النوم. ما هو انت يا الحاله الشعوريه دي يا الحاله الشعوريه دي. اوكي. طيب لو انا اتفرجت على حاجه زي دي فالادرينالين والكورتيزول عالي ومش هينفع يفرز الميلاتونين، لا ما ينفعش، هتبقي ستريس وبالتالي عندك ارق. تمام. طب امال اعمل ايه؟ انا بس عايزه اسال سؤال، متابعتك للمشاهد المؤلمه دي طول الوقت،
بتفرق معاهم هم في ايه، انت كده بتساعديهم ازاي. انت محتاجه تركزي اكتر على اللي في ايدك، انك تدعي. لو في اي معونات ممكن تروح عشان انت تصدقتي وطلعتي اي حاجه تقدري عليها، اعملي ده. اوكي، لو في اي حاجه في ايدك بليز ركزي عليها واعمليها. لكن طول ما انا باصه على حاجه وقلبي وجعني وانا اصلا ما فيش ايه في ايدي حاجه اعملها، فانا لا نفعتهم ولا انا عرفت اعيش حياتي اللي هنا. خدي بالك، ده واقع، ده واقع تاني خالص. وسبحان الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. صح. مع البلاء ده في اكيد في سكينه، اكيد في مستوى ايمان معين، في مستوى وعي معين. فاهمه قصدي؟ فاهمة مش طبعا. احنا اللي قاعدين هناك، ومستوعبة. احنا ما نعرفش نعيش هناك، ما نعرفش نعيش الظروف دي اصلا، لان احنا في استحقاق احنا تاني خالص. بعيد قوي عنهم. انا ما زلت بقولها احنا بعيد قوي عنهم، هم في حتة انقى بكتير من هنا. بصي انا قابلت حد كان لسه جاي من هناك، والبنوته دي الحقيقه انا حسيت ان انا قدامي حد عنده صلابه ذهنيه وعنده درجه ايمان ودرجه وعي معينه، في قوه كده ما شاء الله ربنا اودعها فيهم عشان خاطر الظروف اللي هم عايشين فيها. احنا مش في الظروف اللي هناك. لما انا احط نفسي بايدي بقى في الظروف اللي هناك، ده مش هيعمل حاجه انه هيتعبني. يا ريته بيساعدهم، لو ده بيساعدهم ما كنتش هكلم خلاص. لكن لا انا بساعدهم ولا انا عارفه اعيش الواقع بتاعي، طب وبعدين هنحلها ازاي؟ بنتألم في الجهتين بالظبط. لا هو يا ريتها كده بقى كمان بدون ساعتها داعي، بقى. يعني بدون مخي بيعمل هدف حاجه وبدون بقى، نتيجة. مخي بيعمل هنا حاجه غريبه شويه، بس طبيعيه. لا انا هناك ولا انا هنا، فبيعمل مكان تالت كده جواه، مؤلم جدا 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 جدا، ابشع كمان من اللي احنا بنشوفه، ويحطني فيه. لا ويتخيل لو انا كنت في المكان الوحش البشع ده تبقى عامله ازاي. مأساة. رحت فيه. ايه، ايه الكونكشن عندك فصلت؟ طيب الناس الحلوة اللي بتتفرج علينا، لو في حد عنده سؤال ممكن اكتبوا أسئلتكم. آم، ممكن نسأل أي سؤال في النوم، في التغذية، في الرياضة، في الستريس مانجمنت، أو المنتل toughness اللي هي الصلابة الذهنية. اللي عنده أي سؤال يكتبه على طول. الصالون الذهني. مم. يا ويلكم يا ويلكم. يا هلا يا هلا، معلش. أهلا يا فندم. نتوركينج بقى حاجات مش بإيدينا بصراحة يا جماعة. لا لا، عادي عادي يعني عادي. أنا وقفت عند حتة إن العقل بيبتدي يخلق مكان تاني في العقل. تالت. تالت، تالت. لا أنا في مكانهم ولا أنا في مكاني، فبيعمل مكان تالت ملوش وجود. أوكي. وبيتخيل لو أنا كنت فيه كنت هحس بإيه. ودي بقى من أبشع ما يكون. ايا كانت مشاكلك في المكان اللي انت فيه، ايا كانت المشاكل عندهم هناك، مخي بقى بيعدي الكلام ده كله بيعمل لي المكان التالت ده. لو انت كنت هناك كنت هتحسي بايه وتعيشي ازاي وتفكري ازاي وتحسي بايه، حاجه من ابشع ما يكون. طب يعني إحنا ممكن نعمل إيه علشان نبقى أحسن؟ ممكن إزاي أقدر أخلي نفسي إنسان كويس، وبقدر أستخدم الأدوات اللي ربنا إدهاني في إن أنا أكون أحسن صورة مني؟ يعني أنا دلوقتي بعد ما اتكلمت مع نهى، أنا اكتشفت إن علم النوم ده مش مجرد حاجة عادية أو عابرة، لا، هو إحنا كلنا بلا استثناء محتاجين نتعلم العلم ده بكل حذافيره. يعني الناس دلوقتي لو هي متجهة للمنتل هيلث والصحة النفسية، وانها عايزة تبقى احسن، وانها اوريدي عايزة تقلل الاكتئاب والاسترس والحاجات دي كلها، ماشي، كل دي اعراض، بس البيزك نفسه هو هنا. البيزك نفسه هو هنا، الاساس نفسه هو هنا. يعني النوم ده هو يعتبر امبريلا كبيرة لكل بني ادم عايز يبقى احسن صورة منه. فاحنا بنتكلم على ان عشان نقدر نخلق نوم بجودة وكواليتي كويسة، انا محتاجة ابص هو انا بعمل ايه في يومي علشان استحق ان انا انام بجودة كويسة واقدر اخد نتيجة كويسة تاني يوم وانا بصحى. برافو. برافو. بصي، سؤالك حلو قوي،
اعمل ايه عشان ابقى كويسه؟ انا محتاجه ابقى حاضره في اللحظه اللي انا فيها، لا عايشه في الماضي واكبر المواضيع في الماضي بدل ما الموقف حصل في 10 دقايق ولا في نص ساعه. انا عماله اديله من الوقت بتاع الحاضر، فالموضوع كبر قوي قوي بقاله ايام واسابيع وشهور. ولا انا اسافر في المستقبل لان محدش ليه اكسس على المستقبل، ده علم غيب، دي حاجه بتاعت ربنا. وخليكي متاكده ان ربنا رحمته واسعه كل شيء، كل شيء. ما تحطيش مهم. شروط على الحته دي بس. ورب الخير لا ياتي الا بالخير ومش هيضيعك. فلا ترجعي ورا وتضيعي الوقت بتاع دلوقتي، ولا تسافري قدام في حاجه انت ما تعرفهاش اصلا وتسمحي للمخاوف انها تتملك منك وتسجنك جواها. اوكي، خليكي دلوقتي. انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا مثلا انا كنوع، انا قاعده بتكلم مع حد انا بحبه جدا جدا جدا، ومعانا ناس حلوه عايزه تتعلم وعايزه تتطور، عايزه تخلي حياتها احسن. انا مبسوطه، انا مرتاحه. خلاص، ايه بقى اللي بعد شويه؟ معرفش يعني، مش عايزه افكر فيه دلوقتي، انا محتاجه ابقى مركزه معاكي دلوقتي. اوكي. فحاله الحضور دي جميله قوي. حاجه كمان، محتاجه ابتدي استجيب لجسمي. لما يقول لي انا جعان، انا محتاجه اقعد اكله. لما يقول لي انا عطشان، محتاجه اقعد اشربه. لما يقول لي انا محتاجه ادخل التويليت، لان دي حاجه مشهوره قوي، الناس اللي مشغوله بتشتغل بقى على اللابتوب ومش عارف ايه، تبقى عايزه تدخل التويليت وتفضل قاعده. لا مش هينفع اقوم دلوقتي. ليه؟ ليه؟ ده خطر جدا. اوكي، دي سموم محتاجه تخرج بره الجسم، دي افضل محتفظه بيها ليه؟ بحيث ان ما فيش سبب منطقي يخليك تعملي كده في نفسك. ما ينفعش لا، يبقى في في على حاجه فكرة، في يا نهى بعد اللي انت قلتيه فيه سبب منطقي، ان احنا ما وصلناش لدرجة الوعي اللي تخلينا نبقى عارفين ان احنا غاليين على نفسينا، فاحنا محتاجين نعمل كل فعل يدل على غلوي لنفسي. انت كنت صح. بتتكلمي دلوقتي عن طريقة خطيرة ملهمة فظيعة. انت ازاي بتتكلمي مع جسمك كده؟ اللي هو لو جعان لازم تقومي تاكليه، انت بتتعاملي مع جسمك كانه بيبي صغير. لو عطشان قومي شربيه. لو مزنوقه او عايزه تخشي التويليت انت محتاجه تعملي ده. انت بتتكلمي عن نفسك، او بتتكلمي عن نفسينا احنا بصوره عامه. انت بتعمليها لايك يا بيبي صغير، نشوف احنا بنعامل الاطفال الصغننه ازاي. ولو عملنا نفسينا زيها هنوصل للي انت بتقوليه، اللي هو انا مش هعمل حاجه تحطني في مصدر خطر. مش هعمل حاجة ابقى انا عارف ان ممكن يجرالي منها حاجة. انا مش هوصل اصلا لمرحلة ان انا افكر ان انا افضل قاعد، او ان انا اوريدي اشرب بق القهوة الساعة 8 بالليل، او ان انا اوريدي افضل طول النهار اهري وانكد في نفسي، او ان انا اوريدي حتى اضيع ساعتين من نومي. انا لو وصلت ان انا بتعامل مع نفسي بنفس الطريقة اللي انت لسه بتقولي عليها، انا مش هبقى محتاجة افكر مرتين اصلا خالص. بالظبط، هو ده. ماشي، انت عارفه انا التمرين بتاعي الساعه 6 الصبح. ماشي. فطبعا 6 الصبح دي بيجي لها اوقات بتبقى فيها تحدي كبير قوي. لو في حد سهران ولسه طالع من ويك اند، او في الشتاء بقى وقاعدين متدفيين تحت الغطا، او في رمضان، بيجي لها شويه تحديات كده. اولا احنا مثلا في المصيف مع اهلنا، اللي يصحيني بدري كده، فيها شويه تحديات كده حلوه بنعدي بيها على مدار السنه، واتعودت عليها الحمد لله خلاص، وشفتها كلها. واو. ايه اللي بيخليكي تقومي؟ ايه اللي بيخليكي إرادة. تقومي؟ انا عارف، مش بس، لا لا، مش في حاجه اقوى من الاراده كمان يا روح. معلش، هو انا ممكن اعدي الساعه دي وما ادخلش تمرين، وبعدين طب ما انا جسمي هيزعل مني، ما هو محتاج التمرين. اوه. ساعه هتعدي في ايه؟ فاهمه؟ هتعدي في النوم. طب ما انا انام بعد التمرين، اقوم اتمرن وارجع انام تاني لو انا لسه عايزه انام، لان انت بعد التمرين بتهيبري شويه. خلاص. انا بقى هبص في الساعه، طب ما انا كان زماني قمت وخلصت من بدري. جسمي هيزعل حقيقي، انت عارفه. قبل كده زمان لما بدات القصه دي، كنت لما باخد مثلا اسبوع اجازه، ما خلاص انا مدياهم التسجيلات اللي هيعملوها في الاسبوع ده، وانا مثلا ايه، خلاص انا بريك بقى، هريح نفسي واريح جسمي الكلام ده كله. يومين ثلاثه يبتدي جسمي هو اللي يطلب التمرين، لانه محتاجه. ولما لو انا بقى قعدت الاسبوع على بعض ما عملتش حاجه خالص، ورجعت بقى الدمبلز الخفيفه رجعت تقيله تاني، اسبوع اسبوعين والدنيا تبتدي تظبط تاني. اه، بس انا مش مضطره اعمل كده بجسمي. انا ممكن اعمل حاجات بسيطه جوه الاجازه تدي جسمي اللي هو محتاجه. ماشي، مش لازم بقى نقفش، لازم اعمل حاجه بالظبط قوي، مش عارفه او ما اعملهاش خالص. all or nothing دي مؤلمه جدا وبتضيع ناس كتير. لا، انا ممكن اعمل حاجه تانية الطف. اوكي، بس العصايه من النص، اعمل تمارين معينه لمده معينه، هتدي جسمي كده الاحساس اللي هو متعود عليه. هو مع الوقت بيبقى ادمان. ده حقيقي. هي اللي انت هو قايله ادمان جملتين ايه ده؟ ماستر بيس. انت قايله جملتين ماستر بيس والله العظيم. اللي هيركز في اللايف ده
توتالي حياته هتتغير 180 درجه، 180، 360، 480، 520. يعني رايحة انت فين انت، رايحة فين؟ يعني هو لازم يحسوا باللي انا حاساه. هو في حاجتين اتقالوا، جملتين ماستر بيس. جسمي هيزعل. يا خرابي على الكلمه، احنا لو ركزنا في معانيها، اللي هو يا جماعه انا مصاحبه جسمي لدرجه ان انا بسمع احتياجه. كام حد فينا مصاحب جسمه وبيسمعه لدرجة ان لما الجسم بيبقى عايز حاجة، ده في ناس اوريدي بتنسى تشرب لدرجة لما بتشرب بق المية بتحس بسرسوبه وهو نازل. انت متخيلة اللقطة؟ ايوه. انت ايوه. بتتكلمي في حتة، لا انا مصاحبة جسمي لدرجة انه انا ممكن بعد يومين من الراحة جسمي يطلب التمرين. انه بني ادم دلوقتي اللي ممكن يكون سامعها وصل اللقطة دي؟ لسه بدري، دي حاجة. وحاجة تانية. آه آه انا استاهل ان انا اعمل ده عشانه. يعني انت قايله جملتين ماستر بيس، اللي هو جسمي هيزعل وان انا مهمه اعمل ده. يعني انا بحط نفسي يعني انا بحط نفسي اللي هو انا بيساوي غاليه قوي، انا بيساوي مهمه قوي، انا يساوي استحق قوي، انا يساوي مش بس كده، بحبني. في حاجة تانية هحطها لك بقى، كملي. ماشي. معلش، هو احنا عبارة عن ايه؟ احنا روح ونفس وجسد. الروح والنفس دول ملهمش مكان من غير الجسد، هما مش هنا، ملهمش وجود فيزيكال، وجود مادي. دي حقيقه. خلاص. فجسمي هو اللي شايل الشيلة دي كلها، هو اللي شايل الروح، وهو اللي شايل النفس اللي ربنا مديها لنا أمانة عشان والعقل اللي نزكيها، طول الوقت اوفر ثينكينج. وهو اللي حاطط الأفكار، وهو اللي حاطط المشاعر، وهو اللي حاطط، هو اللي شايل كل ده، شايل 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 شايل. أوكي. وبيعمل لي اللي أنا عايزاه بالظبط. خد يا جسمي يا حبيبي كل الأكل العك ده. أوكي. خد بقى دهون ومش عارف ايه، حاضر هعمل لك دهون، هلخبط، هضعف، حاضر. او خد يا جسمي، خد السلطات دي بقى، وخد الخضار، الفاكهه، الحبوب الكامله، البقوليات، الدهون الصحيه، كل الاكل ده عينيا. خد يا اكل، خد يا جسمي كمان حبيبي، الاوزان دي، حاضر هقوى. يلا نام كويس، خد المغنيسيوم ده عشان تنام كويس، حاضر عينيا هعمل لك اللي انت عايزاه. بتفاجئ لما يكون في حد عمل او مشي في طريق معين ووصل لنهايه الطريق ده وزعل. مش انت اللي طالبه اوبر وانت عايزه تروحي المكان ده؟ اه. طب ما انت وصلتي زعلانه ليه؟ اوه. كنتش عايزه اوصل هنا، انا كنت عايزه اوصل في حته تانية. طب كنت حطيتي ديستنيشن تاني، حطيها غيريها. اوكي. فهو بيعمل اللي احنا بنقوله بالظبط. اديته صحي هيبقى صحي، اديته غير صحي هيبقى غير صحي. فما ينفعش ازعل منه، انا هزعل من اختياراتي بقى. بلاش تزعلي منها كمان، اقبليها، اقبلي نفسك زي ما انت. وبعد ما تقبليها قرري بقى، هتفضلي كده ولا عايزه تغيري؟ لا عايزه اغير. يلا ابدا، بس بالراحه، من غير اكشن، بالراحه، ومن بالراحه غير كل حاجه تيجي. تكبيسات ولوم نفس اه. وهري وجري ولهف. بالظبط. فدلوقتي جسمي ده شايل كتير قوي، هو اللي شايلني، ومن غيره انا ماليش وجود مادي في الدنيا. اوكي. فانا محتاجه اكرمه. كتر الف خيره على اللي هو شافه ده، والترومات تتخزن مش عارف فين والمش عارف. كتر الف خير. انت عارفه بعد التمرين بنشكر جسمنا، بنشكر كتفنا وايدينا وبطننا ونفسنا وقلبنا امتنان. والكلام ده كله. لازم نعمل ده. وخصوصا بقى انت عارفه ان يعني انا عندي تجربه شخصيه، انا طالعه من حادثه من 4 سنين كده، عملت حادثه صعبه قوي. واتقال لي فيها ان انا مش هقف على رجلي تاني، ولو وقفت مش همشي. بس فما ظنكم برب العالمين، انا عارفه ان اي حاجه ربنا هيجيبها خير. ماشي. فانا راضيه يا رب باللي يجيبه. انا هسعى باللي موجود قدامي. فضلت اسعى 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 لحد ما ربنا اكرمني بكل حاجه، بالدكاتره اللي تعرف تعالجني صح، بكل حد يديني جايدنس في الحته دي، لحد ما ربنا اكرمني جدا. ورجعت في ستيت الحمد لله كويس. انا ما انساش اول مره حادثه كانت جايه لي في الجنب الشمال ده كله. اول مره بدات اتمرن فيها على الناحيه الشمال، انا كنت بمرن اليمين بس، والشمال مش قادره، كنت ضعيفه جدا. لحد ما خلاص انا وصلت لمرحله اقدر ابتدي اجرب. لما بدات اجرب ونفع، انا كنت بعيط من الفرحه. جنبي الشمال حبيبي بعد ما خد الصدمه دي بقى مستعد يتحرك ويبقى طبيعي. اوكي. حتى لو ما رجعش طبيعي 100%، بس على الاقل واقف على رجلي. على الاقل جسمي مش اثبت ولاءه بس، ده اثبت حاجات كتير قوي قوي قوي، ان هو عدى من اللقطه الصعبه دي. اللي هو ايه، انا هشيلك، انا مهمتي اصلا في الدنيا ان انا جايه عشان اشيلك، فانا هفضل اشيلك. وكل ما تديني حاجات اساعدك، تساعدني اشيلك اكتر، هاخدها وهشيلك هعمل اكتر. ده. لويال قوي، لويال قوي، غلبان قوي. صح. صح.
احلى كلمه قلتيها، لويال قوي، وفي جدا، هيسمع الكلام واللي انت هتديهوله هو هيعمله. يعني الجمله دي والله العظيم يا جماعه محور كل حلول اي مشكله ممكن تقابلنا في حياتنا. يعني لو في اي حد بيشتكي انه مش مرتاح، مش مبسوط، في حاجة ناقصاه، في حالة ستريس طول الوقت، في مشاكل طول الوقت، في صراعات، في أزمات جسدية، في أزمات صحية، أزمات نفسية، الحل في اللقطة دي إنه أنا محتاج أشكر جسمي على كل المجهود اللي بيبذله، ومش متقدر، مش متشاف. يعني كام حد فينا فعلا بعد اللي انت قلتيه دلوقتي، يعني انت لسه بتقولي انا بطبطب على ايدي وعلى رجلي وعلى قلبي وعلى ركبتي وعلى كوعي بطبطب على كل تفصيلة وكل عظمة في جسمي، بشكرها بطريقة توصل لها. يعني أنا بشكرها فهي سامعاني. انتوا متخيلين احنا المفروض نعامل جسمنا ازاي؟ كام حد فينا أصلا بيقول لنفسه الصبح يعني شكرا ان انا صحيت، او شكرا ان انا قايم ادخل اصلي، او شكرا ان انا قايم اقف اعمل اكل، بصي، هو او في دعاء، في دعاء الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا مثلا، خلاص، لان فعلا هو فعلا ربنا ادانا فرصه جديده. اوكي، وكل يوم بيدينا فرصه جديده، كل يوم بيدينا فرصه جديده. هي هتعملي ايه؟ هتكرمي جسمك، هتعمليه كويس، هتقدريه، هت... هت... هتبقي معطاءه معاه زي ما انت معطاءه في بقية جوانب حياتك. ولو عملتي العطاء ده هتعمليه باحسان، ولا هتعملي ايه؟ ولا هتعمليه بزهق. من ضمن الحاجات اللي كنت بتكلم فيها وقت التغذيه، انه احنا بناكل محتاجين نبقى مايندفول. يعني ايه؟ ابقى حاضره مع الاكل، واخده بالي من الالوان اللي انا باكلها، طعم كل حاجه، الحاجات اللي مسكره، الحاجات اللي حادقه، الحاجات المززه. حسي بيها، حسي بالفاليو اللي هي بتدخل جسمك. ده نوع من انواع الحضور مع الجسد، بيفرق جدا جدا. مش ان انا باكل وخلاص، عارفه اللي هو ايه، بسد جوع، عايشه وخلاص. محتاج مجاهدة رهيبة قوي يا نهى عشان مش نوصل مشكله، ما حدش بيجري وراكي. للوعي ده. خدي محتاج وقتك. ان احنا نجاهد في نفسينا، محتاجين ان احنا نستحق ان احنا ندي لنفسنا فرصة تانية، نصاحب جسمنا ونصاحب عقلنا ونصاحب افكارنا، ونشكر نفسينا ونشكر جسمنا انه شايل كل التفاصيل دي. يعني عمري، الحق يقال، عمري ما بصيت لجسمي بكل التفصيلة دي. يعني ممكن اوريدي اكون بصيت في تفاصيل معينة، بس بنفس قوة الوعي دي والتفصيلة دي والتفنينة دي لا. يعني ما تخيلتش ان جسمي ممكن يكون مجهد بجد. قد ايه وصل لي الاحساس بانه ممكن يكون جسمي مجهد بالفكره، قد ايه ممكن يكون جسمي مجهد بمشاعري، ممكن يكون جسمي مجهد بتصرف انا عملته ولا اراديا، وممكن unconscious انا بفكر فيه، بس جسمي ممكن يكون مرهق من اللقطه دي، ممكن يكون مرهق من كوبايه القهوه اللي ممكن تاخدت كده، ممكن يكون مرهق من لقمه اتاكلت اللي هو وسط صحابك عشان ما تزعليهمش وهي حاجه مش مريحه لجسمك. يعني دي من ضمن الحاجات اللي كنت بركز فيها علشان كنت قايمة من عملية، كنت لازم أركز في أكلي. في حاجات بقيت مؤخرا بركز عليها، اللي هو أنا أشوف عملية الهضم في جسمي عاملة إزاي، أحس اللقمة دي مريحة. يعني مش يعني أنا كمان اكتشفت إن مش كل الخضار والفاكهة مريحة. في حاجات جسمي بيستجيب ليها والله وهو مرتاح معاها وقادر يهضمها، في حاجات لا، بحس إن هو بيقول لي لا هي مش حلوة، بصي هعديها لك بس مش هو ده، حلوة. شفتي؟ يعني جسمك قالك اه على حاجات وقالك لا على حاجات. حسيتها كنت لازم بيتكلم، احسها. بيتكلم. اه ايوه دي حقيقه، حسيتها وانا باكل لقمه مثلا. لدرجه والله حصلت من فتره قريبه جدا، كنت وسط عزومه فهم كلهم عارفين أنا ما باكلش حاجه فيها دهون، مستحيل اكل فيها حاجه دهون لانه بيحصل توابع بعد كده بقى مستشفيات ومحاليل ودنيا وانا مش عايزه اخش البين ده تاني حقيقي. ف مم. فقررت ان انا هاكل حاجه اقل، فكانت خضار وفاكهه وحاجات اوريدي معموله بالفراخ. بس اللقطة اللي أكلتها كان جسمي بيقول برغم إنها يعني ما فيهاش دهون، وده خضار وده فاكهة، بس النوع ده والتراك ده مش مريح لبطني. فلقيت بطني تلقائي كأنها بتديني مسج بتقولي إن أنا مش مرتاحة. فوالله العظيم تلقائي وأنا قاعدة بقيت أطبطب عليها، حقك عليا، أنا آسفة إني دخلت لك حاجة وجعتك. فلقيت لا طب إيه رأيك دلوقتي نشرب مية، تيجي نوقف أكل ونشرب مية. وتلقائي لقيت نفسي بقوم وقايمه واخده ازازه المايه بتاعتي وواقفه في البلكونه وفريش اير. انت دلوقتي مرتاحه، حاسه انك احسن. طب ايه رايك مثلا لو اكلنا تفاحه؟ فحسيت والله العظيم ده كان فعلا الكونفرسيشن اللي كانت بيني وبين بطني في لحظتها، لمجرد ان انا حسيت بعدم راحه، مش هو ده اللي انا عايزاه او مش هو ده.
في دايما ساينس الجسم بيبعت يقولك انه في حاجه غلط. هو ده، هو ده بالظبط اللي انا بحاول اقوله. اوكي، من خلال بقى دراستي جوه مثلث الصحه اللي هو بقى دايره دلوقتي. اوكي، هو ده بالظبط الكور بتاع المايند سيت ورا القصه دي. ان انا اعيش كويس، اعيش بجوده افضل، ان انا اكون كويسه فعلا. سؤالك اللي في الاول ده عظمه جدا، ازاي نبقى كويسين يا نهى؟ خدي بالك من نفسك، حطي نفسك اولويه، حطي نفسك اولويه. خليني بس اقول لك على حاجه، الجمله دي بتضايق ناس كتير، بس خليني انبههم لحاجه مهمه جدا جدا جدا. معلش، تعالي كده نعمل سيرش في القران، ادخلي على جوجل واكتبي كل الايات اللي فيها ظلم للنفس. ظلموا انفسهم وكانوا انفسهم يظلمون. دول اكتر ناس متعرضين لاسوأ انواع العقاب جوه القران. ليه؟ لانهم ظلموا نفسهم. ربنا ما يرضاش بكده. ماشي، الفكره بتاعت ان لا، وانا شمعة تحترق من اجل الاخرين، وانا سجاده تحت رجليك، وانا مش عارف ايه، كل ده حرام، ربنا نهى عنه تماما. ما تعمليش في نفسك كده. لو انت كست البيت ما خدتيش بالك من نفسك، كلتي وشربتي، وحالتك النفسيه وحالتك الجسديه وحالتك الذهنيه، مين هيبقى كويس في البيت؟ محدش. حتى لو عرفتي تمثلي شويه انك كويسه، بس ده لغايه ليميت. هتيجي في وقت معينه جسمك هيفصل منك، تفصلي خالص. وبعدين، والحاجات بقى اللي وراكي دي مين هيعملها؟ وكل مفيش. المسؤوليات والقضاء ما مش هتتعمل. وبعدين نبتدي بقى نتهم نفسنا بالتقصير، فنقع وننزل تحت الارض كمان. لا. اكشلي دي عشان السايكل اللي احنا بنخش فيه. بالظبط، فعشان بقى نقطع سلسله الدم ده ماشي، نرجع بقى من الاول خالص. انا هاخد بالي من نفسي، هاخد فيتاميناتي كل يوم، هصلي صلاه في ميعادها. لما اكون عايزه اخد شاور هدخل اخد شاور، لما اكون عايزه اكل هدخل اكل، لما اكون عايزه اشرب هشرب، لما اكون عايزه في التويليت هدخل. اوكي، وقت الصلاه هقوم اصلي، اخد بالي من نفسي. لما تكون صاحبتي وحشتني انا هكلمها النهارده ان شاء الله. اوكي، طب انا عايزه اقابلها، هشوف الوقت المناسب واقابلها. خامله كوباياتي، انا عايزه اقعد اقرا قران دلوقتي، عايزه اقعد اتكلم مع ربنا يلا بينا. طب انا عايزه اقعد ارتاح شويه، ارتاحي. لا بس انا ورايا. ارتاحي 10 دقايق، اليوم فيه 24 ساعه، ارتاحي 10 دقايق وقومي كملي بقى. شوفي. يا ربي على كميه الراحه اللي حاساها. يا يا رب ربي دايما على يا كميه فندم، الراحه والله اللي مرتاحه حاساها. وحلوه كده. انت مش متخيله، انا كانت كتافي حاسه بيها، كانت مشدوده في شويه، وبعدين حسيت انها شويه شويه بتنزل، وبعدين خلاص حاسه ان انا ايه كميه الراحه دي. انا جسمي نفسه ابتدى. فكره انك كمان يا رب بتديني دايما. اوبشن وبديل يخليني اقدر اكمل، مش اللي اقف اكمل، بس انا بالظبط، ممكن ما هو ده اعمل ايه بقى. قبل ايه. ما هي بقى الحته بتاعت all or nothing دي، يا كل حاجه يا ما فيش perfectionism. الكمال كمال لله وحده. ماشي، مش حد كده. انا محتاجه اعمل ايه دلوقتي؟ انا محتاجه كذا، هتعمليه ازاي؟ اوكي، انا عايزه اخد فيتاميناتي. هاتي الفيتامينات وخليهم معاكي في البيت، واعملي الارم يفكرك كل يوم في الساعه الفلانيه انك انت تاخدي الفيتامينات بتاعتك اللي ناقصك. روحي بصي على فيتامين د، روحي بصي على الغده الدرقيه، روحي بصي على الهيموجلوبين في صوره الدم الكامله، روحي بصي على مقاومه الانسولين، اطمني على الحاجات دي كلها. لو عندك نقص في د فانت عندك اكتئاب كده كده، وعندك ارق كده كده. اوكي، وتقل في كل حاجه، والام جسديه رهيبه تشبه الفايبروميالجيا. اوكي، لو انت عندك نقص في الحديد مفيش اي حاجه شغاله، وعندك ارق برضه. طب لو باخد الحديد بالليل هيعمل لك ارق. كل الفيتامينات بتتاخد الصبح بعد الفطار ما عدا المغنيسيوم بس، بيتاخد بالليل. او لو الدكتور كاتب لك كالسيوم عشان انت محتاجاه، امتصاصه بالليل احسن. طيب، ايه تاني؟ ايه تاني؟ إيه الاكل؟ نفسي اكل حاجه حلوه مسكره، هديكي قانون العك. قانون العك، مش كميه كبيره، مش بالليل، مش كل يوم. ماشي، انا نفسي اكل شوكولاته، نفسي اكل بيتزا، لا مفيش مشكله، كل يوم ما تحرميش نفسك من حاجه، بس خدي بالك مش كل يوم، مش بالليل، مش كميه كبيره. لو عملتي كده هتبقى ايه، مقننه شويه. وصدقيني بعد قاعده ما تجربي 80 العك. 20 دي في حد ذاتها يعني جولدن رول. انك تبقى بالظبط. 80% من حياتك انت بتحطي عادات مريحه لنفسك، بتحاولي تحافظي على جسمك، على صحتك، على نومك، على عقلك، على افكارك. مش ممكن اللايف ده، مش ممكن. انا في كميه افكار ورفلكشن، لا مش طبيعي، حقيقي مش طبيعي. مش قادره اتخيل انا ممكن اكون ظلمت جسمي قد ايه لمجرد بس انه شايل عقلي وعقلي ما بيفضلش تفكير. او ممكن اكون ظلمت جسمي قد ايه لمجرد اني اكلته اي حاجه عشان جعان.
او ظلمت جسمي قد ايه علشان خاطر هو كان محتاج ياخد شاور فكسل، او ظلمت جسمي بان انا اوريدي كنت ممكن انزل اتمشى حركة خفيفة اساعد الدورة الدموية انها تبقى احسن، وانا قررت مثلا امشي بالعربية استسهالا. انا في حاجات بفكر فيها دلوقتي انا بقيت اقول لنفسي اتس اوكي خلاص انت هتقدري تعملي احسن. طب انا في سؤال دلوقتي، في حد باعت لي بيقول لي انا ابني رضيع عمره سنه بيصحى كل ساعتين او اه. 3 مثلا، وانا طبعا بصحى وانام واصحى وانام واصحى، ممكن يفيدني انا بشكل؟ لا ردي على السؤال ده لان انا مش هقدر ارد عليه حاضر لان انا في حاضر المرحله دي. حاضر. بصي الاول بس في كوتشز متخصصين في نوم الاطفال من سن 0 لسن 5 سنين. اوكي، ممكن اقول لك عليهم برضو. اعرف اتنين، فممكن برضو ايه، لو كده يعملوا برضو معاكي لايف ويساعدوا الناس اللي هنا. اوكي. حلو. بس اللي انا اقدر اساعد فيه هنا ان انا اعمل حاجتين: اعلي جودة المدة اللي انا بنامها معاه على قد ما اقدر. فمش لما يقومك او لما انت تقوميه تروحي ماسكه الموبايل او تشربي كافيين او تتعرضي لستريس باي شكل من الاشكال. ناخد بالي من عادات النوم الصحيه برضو في الوقت ده عشان لما انام على الاقل الشويه اللي هنامهم تبقى جودتهم كويسه. دي اول حاجه. الحاجه التانيه، محتاجه لو انت اللي بتصحيه وده الافضل، اوكي، ان انت تنزلي ابلكيشن عندك على الموبايل اسمها سليب كالكوليتر، هو بيحسب لك. اه. خلاص لو احنا هننام دلوقتي نقدر نصحى امتى؟ يقول لك الساعه كذا وتبقى سايكل واحده، وكذا وتبقى 2 سايكل، وكذا وتبقى 3 سايكل، فلما تصحي بعد ما السايكل تخلص بتبقي كويسه. لكن لو صحيتي جوه السايكل وهي شغاله بتصحي تعبانه قوي قوي قوي، وبيبقى ليها اثار ده على يعني فكره اللي متعبه بيحصل طبعا. يا بنتي، ده اللي اه. بيحصل على فكره للاسف مع اطفال صغننه، يمكن عشان مامي لنفس المرحله دي، فانا مستوعبه انها بتبقى هتموت وتكمل نوم، بس هتقول له كمل نوم ابوس ايدك ساعتين ثلاثه دي لغايه ما انا افوق وبعد كده بصحى براحتك. بس انا مستوعبه جدا انه يبقى لسه صغير ولسه بيرضع ويصحى جعان، وقومي في عز تعبك وفي عز البرد ده كله وقومي رضعي علشان انتي محتاجه يهدى لا علشان وهيبقى عايز يغير بقى كمان، وعايز بقى انت هتكرعي برضه انك لسه مرضعه دلوقتي يعني في شويه تفاصيل كده يعني ف... الموضوع ما بيعديش كده. لا فحاسه ان انا بصي انا محتاجه ارد عليها اقول لها بالراحه على نفسك المرحله دي على قد ما تقدري، واللي هقدر اقوله لك كل ما تقدري تطلبي مساعده من حد حواليكي، بابا وماما جوزك اخوكي اختك، اعملي ده تلقائي لانها بجد مرحله يعني ربنا يعين كل الامهات محتاجه دعم نفسي وجسدي، وتاخدي فيتاميناتك في ميعادها وتشربي لبن وتاكلي بيض يعني ونقلل كافيين زي ما نونو بتقول، ونقلل قعده على الموبايل، يعني نعمل كل ما هو يخليني احسن في المرحله دي لغايه ما اعدي اول سنتين. يعني هي مرحله بالظبط. معلش، يعني بصي هي مرحله هي متعبه. مرحله وهتعدي وهتنسيها، ولو افتكرتيها بعد كده هتبقي بتضحكي عليها. اوكي، لا وعدت صدقيني على انا مش خير. بضحك انا في عز انت عشان لسه المرحله. فيها دلوقتي مش بتضحكي، بس كمان شويه هتضحكي والله. انا بصي انا اتعذبت برضه، جوجو كانت معذباني جامد جدا. ما كانش عندي فكره بقى عن علم النوم ساعتها خالص، ما كانش في التوقيت ده. بس الحمد لله ربنا اكرمني بعد كده. ومن ضمن الحاجات اللي حصلت، جوجو كان عندها مشكله في اللحميه والحساسيه مستمره 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 مستمره. اوكي. لما رحت للدكتور النصيحه اللي قالها لي، قال لي ما تجيش الساعه 10 وهي لسه صاحيه. فدي من الحاجات اللي لما عملتها مناعتها اتحسنت. ما كنتش لسه بقى درست، فلما درست فهمت كان بيقول كده ليه. ايوه صح، عنده حق طبعا. ومناعتي انا كمان. ما انت شايفه احنا عايشين في زمن الاوبئه. اوكي، سهل دي قوي ان اي حقيقة. حد يطبق اي حاجه. فانا محتاجه مناعتي، ما دي سلاح من اسلحه الجسم. انا صح. محتاجاها اضعفها ليه بايدي؟ صح. ليه؟ لا انا محتاجه انام كويس عشان مناعتي تبقى كويسه، محتاجه اكل اكل صحي ما يضعفش مناعتي، يبني في جسمي ما يهدمش فيه، محتاجه احافظ على فيتامين سي بشكل يومي، سواء هاخده تابلت مثلا او فوار، او هاخده من الاكل كده برتقال ويوسفي وليمون وفراوله والحاجات الحلوه دي. حلوة قوي. اخد بالي من نفسي. هي جملة نفسي دي ملهاش غيري. جملة حسيت فيها بالراحة في تفاصيلها. اللايف ده من اكتر اللايفات اللي حاسة فيه بالراحة وبالطبطبة يعني. انا حاسة ان انا محتاجة دلوقتي اول رأسي يبقى انا عايزة حضن كبير قوي 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 منك، اه لان انا اه اه اه. حاسة قلت حاسة لك كان ان لازم نبقى انا جنب بعض واحنا بنتكلم، مش ايوه. قلت لك؟ ايوه المره الجايه لازم نعمل لايف انا وانتي سوا واحنا مع بعض في النادي تحت الشمس كده واحنا بنتدفى ماشي. وبناخد فيتامين د ايوه. وفي خضره حوالينا، وبجد والله عشان الناس حتى تحس انها تاخد ده باي انكونشس، اللي يعني يحسوا بالراحه اللي اوريدي ممكن يحسوها لو هم اتحطوا وسط خضره وسط طبيعه وجنب وفي شمس وفي سماء، احساس تاني خالص. بس هرجع تاني للقطه اللي انت قلتيها وكانت ماستر بيس بالنسبه لي،
ان انا محتاجة اكرم جسمي لانه شايل كل حاجة جوايا، حاجات يعني مش بشوفها، مش فيزيكال، مش فيجوال، وحاجات غير بس ملموسة. احنا عارفين انها موجودة، زي الافكار، زي المشاعر، زي الترومات. اوكي. صدمات. اه. دي كارثة. ايوه طبعا. دي كارثة من الكوارث. بصي انت ففكرة لسه ان انا قايله حاجه دلوقتي، يعني انت بتقولي انا كنت حاسه اني مشدوده كده مع مم. الكلام. الفكر، الفكر اللي راح وجاي وحسيتي فيه بتراحم وحسيتي فيه برحمه ربنا. ايه ده؟ يعني جسمك لما عمل كده كان بيحاول يقول لك يا روح انت مشدوده، خدي بالك انت مشدوده، اقفي ثواني، خليكي present ground yourself وابداي تنفسي واذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. صح. اوكي. فلما بدانا نتكلم عن رحمه ربنا وان احنا دورنا اصلا اللي هو مكلفنا بيه ان احنا غير ان احنا نزكي نفسنا ونقرب منه، ان احنا ناخد بالنا بقى من الحاجات اللي شايله الكلام ده كله، اللي هو جسمنا، جسمنا صح. العادي، اللي هو ايه ده، صح. اه ايه ده، ايه ده، اه، تحسي ان الكلام جسمك موافق عليه فهمتي. دي حقيقة، ده اللي حصل يعني. يعني دي حاجة فعلا حصلت، ومش حاجة أنا محتاجة إن أنا أقولها أو إن أنا أوريدي كنت بمثلها. لأ، هي دي مشاعر أنا حسيتها نتيجة الأفكار اللي هديت، لأن كان عندي أفكار كتيرة بفكر فيها. فجأة حسيت إنه إيه ده، جسمي حتى الفكرة اللي في عقلي شايلها. طب أنا ليه بعذبه؟ جسمي حتى مسؤول عن المشاعر اللي أنا بحس بيها، طب أنا ليه بألمه؟ معقولة جسمي مسؤول عن كل تصرف بيصدر من بقي نتيجة عيني راحت لحاجة، ودني سمعت حاجة؟ طب أنا ليه مضطرة إن أنا أحطه في وضع فيه ستريس؟ طب ما انا اوريدي في ايدي ان انا اكون مرتاحه افضل عن طريق ان انا اطبطب عليه وهدي افكاري، واسمح لنفسي ان انا اكون حاضره مع جسمي علشان يساعدني ان انا ابقى احسن. ما هو انا عايزه اعيش احسن، هعيشها ازاي وانا ما عنديش صحه؟ هعيشها ازاي صح. وانا جسمي بايظ؟ هعيشها ازاي وانا اوريدي مش مهتميه بيه وهو موجود يشيل بقى زي ما يشيل؟ لا، هو ايوه هو احنا موجود دي. بالظبط. لا والله فعلا اه. دي جملة احنا بنفعلها طول الوقت. طب هاو كم لو احنا غيرنا وعملنا تفعيل انه جسمي ده من حق اطبطب عليه، جسمي ده محتاجه اقول له شكرا ان انت اكلت النهارده مثلا تفاحيه، جسمي ده اقول له معلش حقك عليا اكلنا النهارده مثلا سندوتش جبنه رومي وده تقيل عليك، حقك عليا هنعوضها مثلا بحاجه هيلثي اكتر وحاجه انت بتحبها اكتر. فواي نوت؟ زي ما بطبطب على ابني ان هو اتخبط، طب انا محتاجه اطبطب على على جسمي مثلا، في دراعي اللي خبط ناحيه الباب. كام حد فينا صباعه الصغير ده اترزع في الترابيزه وهو ماشي؟ في السرير، في اي أه. حاجه في كومودينو. كام حد فينا نزل طبطب على صباعه وقال له معلش حقك عليا، انا اسف ان انا وجعتك قوي كده؟ مفيش. فانا محتاجه اعمل مش ده. متعودين على كده يا روح، ما حدش قال لنا نعمل كده وما حدش في الاجيال اللي فاتت كان بيعمل كده مع نفسه. فالتعامل بس احنا الرحيم ده نستحق يعتبر، نعمل ده. اه، احنا نستحق نعمل ده، عشان كده ربنا بعته لنا دلوقتي. اوكي. فانا رزق. شايفه ان دي بصيره، اه، ورزق كبير جدا واسع جدا، اللي هو ايه، من فوق كده، ونركز ونحط كل حاجه في مكانها. صح. فصح جدا. صح كده. لا، انا مش عايزه اسيبك، وفرحانه جدا بكميه الريفليكشن. اه لا، انا عايزه حضن وعايزه بوسه كبيره وعايزه اشوفك انا وعايزه اقعد هعرفك اتكلم اما معاكي اشوف. كتير. في حاجات كتيره قوي قوي قوي، انا متاكده ان انا هحسها لمجرد ان انا حضنتك. يا جماعه حضنوا الناس اللي بتحبوهم، كميه هرمونات السعاده اللي بتتفرز حقيقي احنا نستحقها. دي حاجه مهمه قوي. كميه العلم والتعلم اللي انا اخدتها على ايدك دلوقتي واعترف بيها فرقت معايا في المايند سيت ده بتاعتي. بفضل الله وحده. ربنا يبارك فيكي. انا يعني انا اكيد اكيد اكيد، لا انا بحب انسب الحاجه اللي بتعلمها على ايد الناس اللي اتعلمت على ايديهم، وانت من اول الناس اللي اتعلمت على ايديها. آه، علوم النوم انا فاكره كويس جدا، احنا حضرنا ودخلت واشتركت والى اخره، عشان انا عايزه اتعلم ازاي ابقى انا كويسه، عشان عايزه كمان افيد ولادي. فسبحان الله دلوقتي حسيت ان انا محتاجه كمان افيد نفسي اكتر، برحمتي لنفسي اكتر، باحساسي بان انا اكون حاضره وسامعه كل تفصيله جوايا وكل عظمه جوايا. فده يستحق مني ان انا اشكرك عليه. فيا رب يا رب يا رب ده ينفع بفضل الله بيكي وحده. ويحسن ما بين ايديكي ويستخدمك ولا يا يستبدلك. رب، يا رب، اللهم امين، اللهم امين، بالنفع يا رب. يا رب بجد. وشكرا شكرا شكرا، وممتنه ليكي جدا 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 يا نونو حبيبتي النهارده يا انت روح، معايا. حبيبتي انا اللي مبسوطه ان انا كنت معاكي ومع الناس الحلوه اللي عندك على البيج، ده شرف ليا يا فندم. انا دايما دايما الوقت معاكي ده بيبقى حاجه كده ما تتقلش باي حاجه حقيقي. لا خلي بالك، شكرا. احنا لازم هنطلع في مره نتكلم عن الاسترس بيعمل ايه في جسمنا.
ممكن نعمل ايه عشان نقلل من اللقطات دي؟ حاضر. لانه انا حاضر. كميه الدراسات والابحاث اللي طلعت في اللقطه دي عن فكره الناس اللي بتمر في ستريس هو عمرها بيقصر. مفيش انجازات في حياتهم كما يجب ان يكون. مش مستمتعين بالحياه، عمرهم راح من غير ما يحسوا ان هم عملوا حاجه ذو اثر. في حاجات كتيره قوي محتاجين طب ان احنا هقولك على حاجة صغنونة قد كده، حاجة صغنونة امم قد كده كأنها ايه زي تيزر كده لللايف اللي جاي بتاعنا احنا الاتنين ان شاء الله. اوكي. من ضمن الحاجات لما الاسترس بيحصل، اللي بتحصل في جسمنا، بصي بقى عظمة ربنا وجماله ورحمته. ماشي. بيقولك ايه؟ ان الدم بينسحب من الاماكن اللي ملهاش لازمة دلوقتي، وتروح للاماكن اللي ليها لازمة. عشان ايه؟ تنقذي نفسك. يعني مثلا الدم بينسحب من الجهاز الهضمي عشان مش وقت هضم خالص، عشان انت في موقف خطر، وبيروح للاطراف الايدين والرجلين عشان تلحقي تجري بسرعه وتتسلقي وايه وتنقذي نفسك. تمام. زي ما ده بيحصل، الدم بينسحب كمان من البشره، علشان لو اللي قدامك ده حيوان شرس مثلا وخربشك ما تنزفيش دم كتير. اوه، واو. يس. فشوفي بقى رحمه ربنا بينا عامله ازاي. فده معناه ايه؟ ده معناه ان الاسترس مش حاجه وحشه، دي طريقه الجسم في الحفاظ عليا في مواقف معينه. اعمل ايه عشان ما ابقاش جوه المواقف دي، ويبقى الريموت كنترول بتاعي في ايدي، مش في ايد المواقف ولا في ايد الافكار ولا في ايد المشاعر، في ايدي انا. واو، اقدر ادير التحكم بريموت كنترولي انا. لا، ده التايتل بتاعنا الاسبوع الجاي. بصي هخطفك. هخطفك. اخطفيني ارجوكي. انا لا، انا ما ده عنديش لازم. مشكله تخطب دلوقتي خالص، عادي جدا. لازم. بصي احنا طلعنا اسم التايتل لا لا، لازم نطلعه الاسبوع الجاي. يعني شوفي وقت نظبطه فيه، باذن لان الله. فكره انه ريموت الضغط او الستريس يبقى في ايدي انا، دي حاجه خطيره، انا عايزه اتعلم عنها اكتر. يلا يلا، عندنا كلام كتير جدا نقوله. انا ماشي، معاكي. انا موافقه. هنظبطها نتفق ونظبط ونطلع الدنيا بيها على سوا. طول. خلاص ان شاء الله. حقيقي يعني من احلى واروع اللي فاتت اتعملت في الحياه على الكوكب. حبيبه في قلبي، شكرا كميه يا روح. رحمه ولطف واحتواء مش طبيعيه. حبيبتي يا روح، امشي منك ربنا ابدا ينفع ابدا بيكي ابدا. بجد يا نهى، ويبارك ويستخدمك فيك يا ولا رب ويسعد يستبدلك. قلبك. و... وبجد بجد دي من اثرك، لانك من اكتر الناس المؤثره في حياتي انا شخصيا. حبيبتي يا روح، بجد شكرا شكرا شكرا. الاول الحمد لله على نعمه فافضله كلها كلها كلها. وانت يا روح وجودك في حياه اي حد من الافضال والنعم والارزاق اللي ربنا ممكن يبعتها لاي حد. اوعي ربنا تنسي ده. انا يخلمي يا رب. بشكرك جدا حقيقي، شكرا شكرا جدا جدا على وجودي معاكم النهارده. تسلمي يا نونو، ربنا يخليكي، واشوفك الاسبوع الجاي. اعملي حسابك الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي ان شاء ضروري. الله ان شاء الله. اخطفيني، هتخطفيني اجي، ما لازم. تخطفينيش لا. لازم. لازم. لازم يعني. بصي لازم هيبقى في خطفه كده، وايجابيه، وحاجه مليانه دلع لازم. ان شاء الله ان شاء الله يبقى قدامنا بقى السلطات بتاعتنا كده والميه والحاجات الصحيه دي، ونقعد بقى ايه نتكلم ونرغي كده، ونحط اللايف جنبنا، واللي عنده سؤال يقوله. اللي عنده انا اي سؤال معاكي. بقى نبتدي نجمعها من دلوقتي ان شاء الله. يا ريت بجد اللي عنده اي سؤال يخص النوم او الاسترس او التغذيه يبعتها لنا، او يبعتها حتى لنونو، رياضه. واحنا اوريدي هنطلع بيها لايف هنرد على كل الاسئله دي. ان شاء الله. ان شاء الله. اشوفك دايما على الله خير، يخليك. والاسبوع الجاي هنتقابل. ان شاء الله. باي باي، سلام.